اهلا بكم في فيديو جديد في دروس التوزيع الموسيقي. في الفيديو دوت ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل كوردات مهرجان، وازاي نعمل بيز جيتار للمهرجان. ودي طبعا الحاجات الاساسية طبعا بعد الايقاع. المهرجانات القديمة كانت الاول ماشية على بيزة وموسيقى كده بتفضل ماشية طول المهرجان، وطبعا الدرامزات والكلام ده بيبقى فيها. في تطوير المهرجانات بقى الموضوع بقى فيه كوردات وفيه بيز وفيه نزلات وفيه طلعات، لكن في المهرجانات القديمة كنت بتعمل كورد واحد او بيز جيتار بطريقة معينة تفضل ماشية طول المهرجان. هنا هنتعلم النزلات والطلعات وازاي تعمل الكوردات بتاعة المهرجان، وازاي تبقى شكلها حلو ولايقة على الموضوع بتاعك وتكون لايقة مع البيزة. يعني انت لما بتيجي تعمل الكوردات لازم تبقى ماشية مع البيز، وفي نفس الوقت تبقى لايقة على الإيقاع. فما ينفعش تبقى انت عامل كوردات بشكل وعامل البيز جيتار بشكل، لما بتيجي تدمجهم مع بعض بتلاقي الصوت مش مناسب مع بعضه. فخلينا نعالج الحتة ديت. انا مثلا آه، احاول اشتغل على ابسط برنامج. يعني يمكن بتوع المهرجانات كلهم او الناس المبتدئة عندها البيورتي، فانا هشتغل على البيورتي بناء على ان يعني 90% من الناس اللي محملة برامج عندها البيورتي. عشان ما اجيش بس اشتغل ببلجن تاني تيجي تقول لي اصلك الاصوات دي مش عندي، اصلك مش عارف ايه. فانا هخليني هشتغل على البيورتي. مثلا هناخد الصوت دوت، بس هنحاول نعمل ايه من هنا. هنحاول نشيل الصدى الصوت اللي فيه ونخليه كرييتيف عادي، ونوطي من هنا شوية او عادي كده. طيب انا مثلا نفرض سرعة المهرجان بتاعي على 115. ركز معايا كده. انا هنا مثلا ده مثلا كده كورد. طيب انا عايز اخلي الكورد ده يعني برضو يكون محترف شوية. هعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هعمل كده مثلا. يعني عايز الكورد كل ما هتصغر كده هيبان ان هو معاك اسرع. طيب انا مثلا اخترت صوت الكورد ده. طبعا هقول لكم النزلات والطلعات، بس انا الاول بلعب كورد يعني ده على ماينر. فانت الكوردات اللي انا هعرضها عليك ديت او اللي انت هتشوفها في الفيديو ده انت تقدر تستخدمها على كل شغلك. بتختار الكورد المناسب. يعني انا مثلا هديك 4 كوردات تبدأ ان انت تشتغل بيهم. كورد بادئ من A. ممكن ناخد كورد تاني. آه هنا مثلا كده. بس انا مثلا دلوقتي الكلام بتاع المهرجان بتاعي مش بادئ من هنا. مش شرط انا هديك ال4 كوردات وانت ساعتها تبقى توظف الكوردات في الطريقة اللي انت عايزها. ده مثلا كورد، فانا هديك كورد تاني اهو. وهديك كورد تالت، وهديك برضو كورد رابع. ممكن تبدأ من تحت لفوق انت وبراحتك يعني. الدرس ده مش هيفهمه غير الناس اللي فعلا عايزة تتعلم
وعارفة ان الحاجة اللي انا بشرحها دي حاجة مهمة جدا مش هتلاقيها في اي قناة، انا واثق من كده. انت دول 4 كوردات. طبعا مش شرط لازم احط ال4 كوردات كده، لا، انا ممكن استخدم مثلا الكورد ده في الاول اخليه مرتين، والكورد ده بعد كده، او الكورد ده بعد كده، حسب انت. يعني انت جرب من ال4 كوردات دول لما تيجي تحط لحن، ابدأ جرب كده اول كورد شوفه ماشي ولا لا، ده في حالة ان انت مش بتعرف تعزف. فالمهرجانات بتبقى اسلوبها غير المزيكا والاغاني الرومانسية. فالمهرجانات، طيب خليني اقول لك كده نبذة بسيطة هقولها لك في القناة وفي الفيديو ده ما كنتش ناوي اقولها. لازم تبقى فاهم ان المهرجان بتاعك بيتكون من 4 5 مراحل. ايه هما؟ اول حاجة انت بتجيب سرعة المهرجان بتاعك. بعد كده يعني بتشغل بيت، اي حاجة بيت يكون عندك مثلا، وتبدأ تجرب عليه اللحن بتاعك. تمام، هي دي السرعة، خلاص يبقى انا شغال على السرعة دي. تاني خطوة بتعملها ان انت بتبدأ تشوف الكوردات بتاعت اللحن بتاعك. بعد كده بترمي الايقاع بتاعك وتظبط الدرامزات والكلام ده كله. بعد كده بترمي البيزا، لان دول اساس اللحن، هم دول اللي بيشكلوا شكل التوزيع بتاعتك. رابع حاجة بقى ان انت بتحط خلف ارضيات. الارضيات دي هنتكلم عنها في فيديو تاني. هي موضوع بيدي يعني حاجات كده بتبقى محطوطة من تحت، مزيكا شغالة، نزلات وطلعات بتبقى من تحت. وبعد كده المردات، يعني في مهرجانات ممكن تبقى جملة لحنية شغالة طول المهرجان بس، وفي مهرجانات تانية بيبقى فيها مردات بتتحط في حتت معينة. يعني سي ان هي ممكن تكون بتتحط في اول باترن من هنا مثلا. فممكن تتلعب في مزورة او مزور او في نهاية المزورتين. فده برضو هنتكلم عنه في فيديو تاني. بس انا يعني ناس كتيرة قوي مكلماني ومش قادرة ان هي تاخد كورسات والكلام ده كله، وفي نفس الوقت مبتدئة ما عندهاش امكانيات. فانا بحاول ان انا ما اشرحش مشروع كامل واجيب لك مشروع واستعرض واقول لك انا عملت كذا وكذا، وتطلع من الفيديو مش فاهم اي حاجة. لكن انا باخد لك في كل فيديو او في بعض الفيديوهات اجزاء لحد ما الفكرة توصل لك. فالجزء ده مهم جدا، الجزء ده بتاع البيز والكوردات، وده مهم جدا. حوار ان انت ترص درامزات دي بترجع لدماغك. انت بتجيب طبلة مثلا لو جاهزة، او بتصنع طبلة وبتعمل 4 5 كسرات، وبتبدأ ان انت تبدل فيهم في المهرجانات، وتبدأ تشيل حتة وتحط حتة بحيث ان انت ايه، يبقى في تنوع في المهرجان. فاحنا في الفيديو ده بنتكلم عن البيز والكوردات. نرجع تاني بقى لموضوعنا. حتة دي الكوردات. نفرض ان دي الكوردات، بس انا بقى احاول ان انا امسح كده بحيث ان انا هشتغل على كوردين بس. طيب انا دلوقتي عايز اجيب البيز الجيتار الصحيح للكوردات ديت. هعمل ايه؟ هفتح برضو البيورتي، انا هشتغل كله من على البيورتي، حتى ممكن اعمل طبلة دلوقتي من على البيورتي. طيب ايه افضل بيز جيتار في البيورتي؟ بص، البيز جيتار ده انا ببقى شايفه كويس جدا للمهرجانات، بس بشرط يعني. شايفه هو عالي فوق ازاي كده؟ فاحنا مش عايزينه كده. يعني لو جينا تحس ان البيزة ضخمة اوي، فاحنا هنوطي كده، هنخليه كده مثلا، او هننزل بيه كده كويس. بحيث ان هو ما يبقاش ضارب لما تيجي تعمل له هندسة صوتية او اي حاجة، ما يبقاش الصوت ضارب. طيب هنعرف منين البيز جيتار المناسب للكورد اللي انا حطيته ده؟ طيب خلينا كده في قاعدة. انت ممكن تعمل البيز جيتار بشكلين. اول شكل، انت شايف الارتكاز اهو على A5. A5. طيب انا عشان اعمل الكورد يبقى انا هنا هستخدم الطبقة بتاعت A5. عادي ممكن انزل بيها A4 او A3،
بس هي الطبقة A، الطبقة من A، وهنا الطبقة من G، طبقة من A والطبقة من G. خلاص كده انا عرفت ارتكاز البيز جيتار بتاعي. طيب هفتح كده، هحط، لو انا حطيت على A5 هيبقى الصوت زي ما انت شايف كده، يعني مش ضخم قوي، فتحس ان دي الطبقة اللي فوق. فاحنا هنخليها بدل على A5 هنخلي البيز جيتار على A4، بس يبقى على A برضو، يبقى اهو وحطينا هنا. طيب ايه الخطوة التانية؟ طب انا عايز اطلع اللي فوق. اللي فوق دي سهلة برضو، ممكن تلعب على نفس الطبقة دي، يعني ايه ممكن تخليها هنا ايه، تبقى انت عاملها كده مثلا، وهنا الجي، وهطلع برضو هنا الجي. دي اسهل طريقة ان انت تطلع بيها البيز جيتار بتاعك. طيب يا عم محمد، انا دلوقتي عملت البيز والكوردات، هل هقوم عامل كده بقى ومسيف عشان اروم راميهم على البيوردي والكلام ده كله؟ لا، موضوع لازم ان انت تعمل هندسة صوتية من هنا وتخرج الموضوع بتاعك. طيب دي طريقة ان انت تعمل بيها البيز جيتار. ممكن اعمل الطبقة دي، المهم ان انا العب ما اطلعش من نوتة الكورد ده، الكورد اللي انا شغال عليه، فانا ممكن اخليها كده مثلا اهو، فاهم؟ فدي بتفرق في حتة، المهم ان انا ما اطلعش من نوتة، يعني ما اجيش العبها هنا. بص لو جيت لعبتها هنا هيبقى في خلل. فاحنا هنلعبها، يعني انت عندك الارتكاز لازم يبقى على اخر ارتكاز من الكورد اللي هو ده بتاع البيز. هنخليه مثلا هنا هيبقى نفس الارتكاز، بس هننزل بيه طبقة. يعني هو لو ملعوب الكورد على A4 A5 هنخليه على A4 في البيز. وهنا الافضل ليك ان انت تخليها كده مبدئيا، واحدة واحدة لما تيجي تتعود ان انت تسمع هتبدأ ان انت الموضوع يبقى اعمق معاك. طيب مش شرط ان انت طبعا تختار الصوت اللي انا مختاره ده، انا مختار صوت عشوائي، انت حسب ودنك وحسب مود المهرجان. طيب خليني بقى نعمل شغلة تانية. ايه هي الشغلة التانية؟ ان احنا نظبط صوتها. فانا هختارها على ميكسر واحد كده اهو، طبعا مش هدي تسميات. اول حاجة كده انا ممكن افتح الاي كيو لو حسيت ان هي عايزة مثلا هديها برضو سنة ريفيرب بسيطة. على فكرة الهندسة الصوتية عشان ناس كتيرة قوي بتتجاهلها في المهرجانات، شيء مهم جدا ان انت تخرج الحاجة بطريقة هندسة تكون محترفة. يعني مثلا كده كده انا بخفف شوية من حدة الريفيرب. طيب ايه تاني هعمله؟ انا مثلا هعمل كده، الفلتر ده مهم جدا، هقولك ليه مهم جدا. ستيريو، فروتي ستيريو ده مهم جدا، ده بيخلي يعني الصوت كده جاي اجريسيف على السماعة على طول، ما تحس ما تبقاش حاسس ان هو طالع من السماعة دي والسماعة دي. يعني انت لو لابس هيدفون هتفهم انا قصدي ايه. فاحنا لو جينا عملنا كده الصوت هيبدأ يبقى ستيريو ويتوزع في السماعة الشمال والسماعة اليمين.
طيب كده كويس، بحيث ان انا لما اجي ارص اي حاجة كل حاجة تبقى باينة، ما يبقاش الآلات كلها فوق بعضها، يبقى وفي كعبلة وفي دوشة وفي لأ، كده الموضوع يبقى سلس معاك، وفي نفس الوقت يبقى عندك تقنيات ان انت تضيف حاجات. فالجماعة الناس اللي بيشغلوا صب ويشغلوا مايك ويبدأوا يغنوا على الدرام او البروجكت، والصب صوته عالي، ويقول لك انا هحط برنامج اكس نيوز عشان يشيل الدوشة والكلام ده كله. مع احترامي ليك، اللي انت بتشوفه على الفيس او على اليوتيوب هو بيبقى مسجل اوريدي، وبيبدأ يوريك ان انا بسجل على صب. الموضوع ما بيبقاش كده، انت لازم تلبس هيدفون في ودنك، ولو في حد بيملك الكلام بيبقى موطي صوت الصب، وانت بتبقى حاطط الهيدفون سامع كل حاجة، ويبقى طبعا المايك مش حساس. فاختيار المكان اللي انت تسجل فيه لازم تبقى لابس هيدفون. في كونفرتة كده بتتجاب، بتحطها في كارت الصوت، بيبدأ يخرج لك ان انت ممكن لو انت مثلا ما عندكش امكانية ان انت تشتري كارت صوت، بيبدأ يخرج لك ان انت تركب سماعتين، يعني ممكن تركب هيدفونة وهيدفونة تانية، بحيث ان انت تبقى سامع واللي بيسجل يبقى سامع، ويبقى الدنيا هادية وتطلع افضل جودة من المهرجان بتاعك. طبعا الحاجات دي محدش هيقولك عليها. طيب انا مثلا كده، طب البيس جيتار ده برضو انا عايز اظبطه. طب لو جربنا نحطه على نفس النوتة او نفس الفلتر بتاع آه الكورد، نسمع كده. لا مش عاجبني، يبقى احنا هنعمله كده، بس هنستخدم برضو نديله سنة ريفيرب. سنة بحيث ان هو برضو ما يبقاش ايه يعني، احنا عايزينه بس يبقى على نفس الاندماج. طيب وهنديله برضو ستيريو ماكس. طيب انا مثلا يعني الكورد ده صوته مثلا مش عاجبني، اقدر بقى ان انا اغير. فاختيارك للبيز جيتار والكوردات لازم تبقى لايقة مع بعض. برضو هنا عندك البيز ممكن تختار. طيب لو جينا رمينا اي طبلة كده، مثلا نختار اي خامات، نفرض برضو المكتبة ديت، يعني في مكتبة هنا انا محملها لكم كلها، هتلاقيها برضو برابط جاهز. خاماتها جودتها عالية، تقدر انت تشتغل بيها وتعمل منها مهرجان كامل. بس هنا بقى مش مظبوطة، فهنعمل كده كنترول كيو، ظبطها. ماشي، نحط كده نجرب الدنيا بتاعتنا بتقول ايه. نحط كسرة مثلا كده. مثلا ناخد الكسرة ديت مثلا، مثلا لو جينا قررنا دي كده، عملنا كده مثلا، وخدنا دي كده،
كمثال يعني. وبعديها مثلا اهو. بس طبعا الخامات والكلام ده بيبقى ليها برضو ظبطات عشان تبقى لايقة مع بعضها. يا رب اكون فدتكم في الفيديو ده، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. ولو عندك استفسار في اي حاجة سيبلي في كومنت اسفل الفيديو، وانا ان شاء الله هعمل لك فيديو عن اي حاجة انت عايزها. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.